السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبفضل الله. ربنا أكرمنا الحمد لله بإتمام الدورة، وزي ما عودناكم إن شاء الله فيديو نهاية كل دورة. بس قبل موضوع الفراخ، وقبل دورة الفراخ ونجاح الدورة وقصة نجاح المربي، بالله عليكم برضه نستحلفكم ما تنسوش إخواننا في فلسطين، تدعوا لهم إن ربنا يسدد رميهم ويثبت أقدامهم يا رب، وينصرهم على الإسرائيليين الكافرين الطاغين المتجبرين في الأرض يا رب العالمين. يا رب بالله عليكم استحلفكم بالله ما تنسوش إخواننا في فلسطين. أما بالنسبة لنجاح دورتنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم علينا وأتم علينا الدورة الحمد لله بفضل من الله. عندي الفراخ الحمد لله رب العالمين أكلت 2 كيلو وربع علف، متوسط وزن جايب 2500 و2600، ده المتوسط. الحمد لله رب العالمين. جه شوية برد خفاف، جالنا شويه برد خفاف كده، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتفاداها وجم في الاخر الحمد لله رب العالمين. وما انساش مجهود اخويا وحبيبي الباشمهندس ضياء القلاوي، ربنا يبارك له يا رب في اولاده، ويبارك له في عياله وفي ماله. بصراحه ما سابنيش، وكل يوم بيبادر بيا بالاتصال. اليوم اللي انا ما بتصلش بيه هو اللي بيتصل بيا وطمن عليا وعلى صحتي وعلى اولادي وعلى فراخي، والحمد لله رب العالمين. بفضل الله اولا ثم بفضل المهندس ضياء، ربنا اكرمنا واتم علينا دورتنا الحمد لله رب العالمين. والفراخ زي ما انتم شايفين كده. ومعلش يا باشمهندس ضياء، انا بعتذر والله العظيم، بعتذر لك اعتذار شديد جدا جدا جدا، لان الراجل جه خد يعتبر تلتين الفراخ امبارح. فمعلش انا بعتذر لحضرتك كتير جدا جدا، ده اللي متبقي والله العظيم. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عارف والله اقول لكم ايه، بس عايز اقول لكم الكتكوت ده كتكوت رص، كتكوت الباشمهندس ضياء. وبرضو اهم حاجة في نجاح دورتك 3 حاجات: اختار مصدر كتكوت يكون ثقة وبيستأمنه كويس جدا، لان الشركات كبيرة ولها اسمها في السوق، وللأسف الشديد مضروبة وبتتضرب وفيها مشاكل كتير جدا. تاني سبب او تاني عامل لنجاح الدورة هو شركة علف، هنقول شركة لها اسمها في السوق برضو ولها وزنها في السوق، الحمد لله رب العالمين. تالت حاجة التربية في البيت او التربية في المزرعة بتاعتك، دي من اهم عوامل النجاح. تحصيناتك، ادي تحصيناتك، اجتهد على قد ما تجتهد ربنا هيديك ان شاء الله، وربنا هيرزقك مهما كانت البورصة واقعة، فربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقنا ويرزق الجميع. وبقول لكم زي كل فيديو، اللي عايز برضو اي كتكوت من كتاكيت يكون مصدر ثقة ومصدر محترم، ما يغركش اسم الشركه، ما يغركش المكان فين، ما يغركش الاسم مين، ما يغركش نوع الكتكوت ايه اسمه ايه. لا، اهم حاجه مصدرك ايه، اللي جايب لك الكتكوت ده مين. اللي جايب لك الكتكوت ده لو راجل محترم وحد محترم متصف فيه، ان شاء الله ربنا هيكرمك ودورتك هتنجح ان شاء الله. لان في مشاكل كتير جدا جدا في الكتاكيت اليومين دول، والحمد لله رب العالمين. وهحط لكم ان شاء الله رقم التليفون بتاعي برضو، اللي عايز كتكوت يتواصل معايا، وانا بجمع العدد داخل القاهره الكبرى، وبطلب من الباشمهندس ضياء بيجيب لي كتكوت لحد عندي وببعته لكم. بس اقل كميه ان شاء الله يا جماعه، معلش عشان في ناس بس بتتصل بيا بتقول لي عايزين 10، واللي عايز 20، واللي عايز 30. يا جماعه لو انت في المحيط بتاعي جنب مني عايز 10 20، لو عايز 5 كتاكيت اديهم لك، ما عنديش مشكله. ولكن مكان تاني بعيد داخل القاهره الكبرى، ولكن مكان بعيد، فيا جماعه معلش العدد مش اقل من 400 عشان تكلفه النقل، بس بالله عليكم. والحمد لله رب العالمين، وربنا يوفق الجميع يا رب، ولكل مجتهد النصيب. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يرزقكم ويبارك لكم في اموالكم وفي اولادكم ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.